جربتِ تحطّي الفحم في الأكلة دي؟ أكيد ما جربتيش، لو ما جربتيش يبقى لازم تشوفي الفيديو ده للآخر عشان هاجوّعِك أوي، 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 راجل أو ست. بُصّوا بقى، أنا كان نِفْسي آكل الأكلة دي ولمّا آكلها يبقى لازم آكلها بمزاج، بقى لي فترة وكان نِفْسي آكلها، وللأسف عايزة أقول لكم باموت وأنا باتفرّج على الفيديو ده، لإن كانت جامدة أوي، شايفين بسم الله ما شاء الله البطاريخ بتاعته والكابوريا كانت جامدة أوي بالطريقة دي وحلوة أوي، لازم تحطّوا بقى اللايك والمتابعة بإذن الله وتشوفوا الفيديو ده للآخر وتقولوا لي أنتم من أنهو بلد وبتحبوا الكابوريا والّا لأ، وأوعدِك لو ما بتحبيهاش لو عملتيها بالطريقة دي لا تعشقيها وكل شوية تعمليها. مبدئيًا أنا عاملاها بقى لي فترة، شايفين بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا على قلبي يا رب وعلى قلب كل اللي هيعملها في البيت. عملتها وكانت أحلى من كل مرّة، إيه طيب هي بس الفحمية اللي في الأول هاقول لكم هنعملها بقى إيه، مدخّنة وطعمها جامدة أوي، 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 أوعدكم بجد هتعملوها أحلى من كل مرّة لو أنتم بتعملوها، لو أنتِ ما بتعمليهاش وأول مرّة تعمليها أوعدِك إن هي تطلع من تحت إيدِك جامدة أوي، بسم الله ما شاء الله شايفين كلّها بقى لحم كده إيه وملظلظة وعافية زي ما بيقولوا. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتشجعوا سوبر ماما على الفيسبوك واليوتيوب وتنوروني كمان على التيك توك، كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف أو متثبت في التعليقات. زي ما انتم شايفين حتى الكابورياية الصغيرة بسم الله ما شاء الله مليانة لحم، وعملت أحلى طبق شوربة وأحلى طبق رز بشوربة الكابوريا، حاجة كده من الآخر طعمها كانت زي العسل وكنت هافطس عليها والحمد لله كلتها. اوعوا يبقى نفسكم في أي حاجة وما تعملوهاش، أي حاجة نفسكم فيها اعملوها على طول وهتطلع منكم أحلى حاجة. نزلت بالبصلة بتاعتي شوحتها كده عطيتها بس إيه إن هي تبقى مشوية بس قبل ما إيه تتلدع معايا، ابتديت أحط الزيت بتاعي والتوم معلقة كبيرة وهننزل بكل التوابل بتاعتنا، فلفل أسمر وكمون وكزبرة وكاري والشطة بتاعتنا المعلقة الكبيرة ننزل بيها أو صغيرة، عايزة تستغني عنها استغني يا حبيبة قلبي. قلبناها زي ما انتم شايفين كده وكنا شطفنا بقى الكابوريا بتاعتنا شطفة كويسة بقى كذا مرة وحطيناها في حبة خل بس بمية كده نقعناها وصفيناها، وهننزل بقى زي ما انتم شايفين كده بقى في التوم والبصل بتاعنا اللي احنا حمرناه والبهارات، وهنقلب بقى كل ده نديله صدمة مع بعض لمدة كده 10 دقايق. كوني بقى محضرة المَيّة السخنة بتاعتِك وتنزلي بيها، وننزل بالملح بتاعنا. خلاويص لأ لسه هنلعب مع بعض شوية، هنا هنقلّبها بقى كويس بقى معانا لحد ما تاخد اللون بتاعنا الحلو بتاعنا ده اللي أنتم شايفينه الفوسفوري الجامد أوي. أول ما تبتدي تاخد معايا بقى اللون بتاعي كده، خلاص يعني هتاخد معانا 10 دقايق وما تقلّبيهاش بالمعلقة لو الحلة بتاعتِك ضيّقة زي دي عشان هتتكسر الإيدين والرجلين بتاعتها، لأ إحنا عايزينها زي ما هي كده عشان يبقى شكلها حلو ولو عندنا ضيوف تبقى معانا كويسة. ونزلنا بقى بالمَيّة بتاعتنا، عايزة مَيّة كتيرة حُطّي، مش عايزة مَيّة ممكن تحطّي كوباية مَيّة بس تتشرّب كده أو نُص كوباية مَيّة وتطلّعيها، دي طبعًا هيبقى طعمها أجمد أوي، بس أنا عايزة شوربة عشان أعمل بيها الرز وكمان أشرّب جوزي شوربة الكابوريا الجامدة دي ويقول لي: "تسلم إيدِك يا سِت الكل يا سوبر ماما." ربنا يسعدكم ويسعدني ويسعد كل الناس ويحقق لكل واحد أمنيته، قولوا آمين في الكومنتات. زي ما أنتم شايفين لقيتها بقى ناقصة ملح، زوّدتها ملح وضبّطتها وهتاخد غلوة والتانية معايا وهتطفّي. ليه يا سوبر ماما مش بتاخد وقت كتير؟ لأ والله، أنا بقى عايزاها زي ما أنتم شفتوها في أول الفيديو كده تطلّعي بقى منها تلاقي لحمة. مش تلاقي اللحمة طرية أوي لأ، عايزينها اللحمة بتاعتها حلوة، جامدة ومتماسكة، مش أوي بس مستوية برضه. نزلت بقى بمعلقة بابريكا كده عشان تخلّي اللون بتاع الشوربة أحمر، هي كانت حمرا كده من اللون الكابوريا وكمان الشطة بس هتعلّي معاكِ. إيه هي البابريكا دي؟ الشطة الحمرا الناشفة، اللي هي مش مشطشطة. هنا بقى عملت الرز بتاعي شوّحته ونزلت بيه زي ما أنتم شايفين كده صفيته وعملته ونزلت بالشوربة بتاعتي، أخدتها من الكابوريا. خلاويص، خلاويص. هنا بقى جِبت فحماية حلوة كده زيّكم يا أجدع ناس في الدنيا، قولوا لي بقى أنتم من أنهو بلد بتتابعوني، وجِبت مَج صغنّن كان عندي كده حطيت فيه الفحماية وجِبت الزيت وحطيته فيه، هيبخّر معايا بقى زي ما أنتم شايفين هيدخّن هيخلّي الكابوريا في حتّة تانية خالص، أكنِّك عاملاها على الفحم، وهتبقى طعمها بجد كل اللي داقها وقال لي تسلم إيدِك يا سِت الكل، والله أول مرّة تبقى حلوة بالحلاوة دي، أنا كل مرّة باعملها حلوة بس المرّة دي كانت أحلى من كل مرّة. هتسيبيها لمدة نُص ساعة، ساعة تبرد خالص تمامًا وتدخّل لِك بقى كل الشوربة وكل كمان الكابوريا وبعد كده تطلّعيها، تقدري بقى تقدّميها. هنا أنا كنت خلّصت الرز وبدأت أغرف بقى وكانت مناخيري بقى مش قادرة وجعانة وهافطس نِفسي فيها يا ناس بقى لي فترة وما صدّقت إن أنا جبتها وعملتها. والله العظيم حرفيًا أنا نسيت نَفسي إن أنا باصوّر وقعدت اندمجت، بنتي قالت لي: "ماما أنتِ بتصوّري." قُلت لها: "بجد مش قادرة كان نِفسي فيها وطعمها حلو أوي المرّة دي أحلى من كل مرّة."
ولادي دقوها قالوا لي بجد ماما ايه دي حلوه قوي، اعملها لنا على طول مدخنه، لدرجه ان هم عايزين الاكل كله مدخن. وهي الكابوريا بسم الله ما شاء الله كانت مليانه وجميله الصراحه، وكانت بقى ايه مبطرخه كده وحلوه، تحس ان انتي تاكلي كابوريا. وعلى فكره الصغير منها كان فعلا حلو ومليان. حتى جوزي قال لي ما شاء الله لا بجد حلوه قوي وجامده قوي، تسلم ايدك يا ست الكل. لو جعت زي تاني مره يلا اكتبوا لي في الكومنت. اوعوا تنسوا الاشتراك واللايك وتقولوا لي جربتوها ولا لا بالطريقه دي، ولو ما جربتهاش هتجربوها ولا لا. وباذن الله هتطلع معاكم حلوه وتنوروني على التيك توك والفيسبوك واليوتيوب يا اجدع ناس في الدنيا. بجد كانت طعمها خرافه.